سبيريور خصوبته ضعيفه. محتاجين في المتر المربع عاوزين 20 عين. ال 20 عين دول مثلا لو قلنا هنسيب في الشجره بتاعتنا 12 طراح، يبقى طول الطراح هيبقى 10 عيون غير الدوابر بتاعتنا. فاحنا هنسيب في كل جنب 3 طراحات غير الدبره التجريديه بتاعتنا. فاحنا الجماعه هنا الحمد لله السنه اللي فاتت بفضل ربنا عملنا تقليم صيف السنه اللي فاتت، فمسهلين علينا التقليم النباتي. فانا لما جيت اختار الطراحات هم كانوا 4 طراحات موجودين، ادي 1 2 3 والرابع بتاعي انا عملته دبره، انا عملته دبره طويله شويه، عملته حوالي 3 عيون بحيث مثلا لما انا جاي ربنا يسهل الحال يحصل فيه تفتح كويس السنه الجايه كلها اكون جاي من هنا وقايل للربع ده كله مع السلامه مش عايزه. نيجي على الربع الثاني نختار الطراحات اللي فيه، يعني هي دي مايله لتحت وضعيفه بس انا مش همسحها، هسيب فيها عين واحده، واخترت العين اللي هي ايه ضربه هنا دي، ربنا يسهل الحال وتفتح معانا السنه الجايه كويس. هنختار ال3 طراحات بتوعنا. ادي معايا طراح كويس اهو. هم اللي عندك اصلا. ما دي 1 2 3 اللي موجودين اهو. هاجي من هنا هسيب دي برضه هسيبها عين واحده. ده خلاص خلصناه. ايه؟ ماشي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هو فك واسع شويه ورفيع. انا جيت على الاخر ومع اخر سمك يديني يعني حاجه رفيعه بحيث ان الحاجه الرفيعه دي هي اللي بتفتح الاول، والحاجه الرفيعه دي هي اللي احتياجاتها من البروده بتبقى اقل، فبالتالي هتفتح بدري، وبالتالي هيحصل برضه عندي سياده قميه، يبقى عندي تفتح طرفي، فلازم يبقى عندي شويه مثلا. هو بيتكلم ان هو يتلم يتلم شويه بس يعني هنقول مثلا احسن يعني الخصوبه عندي بتبتدي من العين الخمسه لحد العين الثامنه بتبقى فرصه الخصوبه بتبقى مثلا متوسطه. هنقول مثلا من العين الثمانيه لحد العين العشره بتبقى الخصوبه فيهم بتبقى نسبتهم اعلى شويه، وبعد كده بتقل شويه، وبعد كده بتزيد من ال 14 ده لو عندي نمو كويس وفي تخزين كربوهيدرات كويس. يعني هي بتقل بعد العين ال10 وبعد ترجع يعني بعد ال 14. بتقل من ال 12. بتقل من ال 12. ال 12 وال 13 بتقل فيهم شويه، وبعد كده تعلى معاك من ال 14 وال 15. ده لو كملت معاك يعني موسم كويس يعني. بتاعك ماشي. وعندك تخزين كربوهيدرات جوه العين كويس، مفيش منافسه ما بين النموات الخضريه وما بين التخزين الكربوهيدرات اللي اتحط في العين بتاع الموسم اللي جاي. احنا كده خلصنا الجنب ده، كمان هنخش على الجنب اللي بعده. الجنب اللي بعده انا ممكن اتنازل عن الدراع ده كله واخد الدراع ده معايا مكانه. فانا عندي هنا عندي 1 2 3 دول معايا كويسين، وممكن ده برضو واحد كويس معايا هنا كويس اهو. يعني انا اشيل الدراع ده انا ده كله ده هيشيل، يعني انا ممكن اعمل ده كده واقدر ان المنشار يشيل ده. يجيب بتاعي. لا شيل بس ارفع معاه كده. ساعد معاه. الراجل دراعه تحط كده يا جماعه. هم بيجبروني يعني هم بيسخنوك دراعك هيوجعك، نجبر المنشار نجبروك انت. طيب خلاص ماشي. يبقى انا في الحاله دي طالما عندي الشجره كلها راجعه لورا، مش عاوز الدبره بتاعتي من هنا اهو، وخدت ال3 بتوع من هنا واخلص نفسي كده على طول. في نفس الوقت لما بقطع من الخشب ممكن فرص عندي ان العيون الساكنه بتاعتي عندي هنا، لا العيون الساكنه عندي ممكن تضرب من هنا في حاله اللي انا وقطعت من الخشب القديم. اخلص ال10 عيون بتوعي. يعني هو ده نهايته رفيعه، فانا جيت من هنا وقصيت، ما اعرفش هو كام عندي. 8. اعوض ده مكان ده هو كده 10. دي هعملها بس عين صغيره وممكن امسحها خالص احسن عشان ما هي كل سنه هتضرب لي هنا ورا كده وهتعمل لي مشكله بعد كده. ممكن اخد واشيل واحد من الاثنين اللي جنب بعض دي. يعني بص ده بص مكانهم احسن وكلهم نايمين على السلك ده اللي هعمله كده، فبرضه هيبلط عندي من فوق كده. نيجي على ده نختار احسن 3.
ادي عندي هنا 2 دم يمين على السلك، وممكن اخد ده معايا وادور على دبرين. انا بص دي يعني ممكن بس دي فرص تفتحها هتبقى معايا ضعيفه شويه عشان تفتنا شويه. انا مش عايز منها محصول السنه. انا كنت هعملها دبره. انا عايزه بديل لده المبلط ده. بديل النبادي لا. بديل النبادي لا، مش هعمله بديل، مش هاخده معايا طراح بحاله. انا لو هعمله دبره. ايه؟ انا ممكن اعمله لحد هنا بس. وخلاص على كده، وبعد كده مش وبعد كده خلاص لو جيت لو ربنا يسر الحال وطلع معايا في الصيف كويس، هاجي في الصيف واروح جايبه المنشار وشال من هنا زي ما عملنا هنا كده. بس في الصيف. أيوة. بحيث مثلا يعني اخلي التخزين بتاعي والتمثيل الضوئي كله موجه للثلاث طرحات اللي انا عايزهم في الشتاء. بس هيبقى مسرب طرحاته مسروله عشان هيبقى جاي في الضلمه. ما هو عشان كده بيعمل صيف. يعني بص، يعني هو السرولة بتبقى في الاول شويه، يعني وانا شغال في الموسم ممكن يبقى الفك عندي واسع والحاجات رفيعه شويه. لو نشف معايا قبل ما اعمل حتى كمان، يعني طول ما هو اخضر معايا ممكن يكبر معايا في السمك. لكن لو نشف معايا مش هيكبر معايا في السمك الا حاجات خفيفه، وبعد يعني هيخش معايا التخزين لجوه، هيبقى التخانه تبقى لجوه مش لبره. ماشي. احنا قلنا هنختار الثلاثه بتوعي، ادي 2 حلوين اهو، وادي مثلا ده الثالث بتاعنا كويس هيتربط معايا. وفي واحد كمان اهو، في كتير اختيارات كتير. يعني احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا دول كويسين وده كويسين، بس انا نخلص من ده الاول. انا هخلص من ده الاول، انا هاجي ده من هنا واروح شايل ده من هنا. يعني هو كل واحد بيبص للشجره من جهه بالمنظور. لا ومن جهه مثلا مكان واحد. بس العمال اللي بيعلموا يعرفوا دي اهم حاجه، السرعه اللي هم فيها. ما يجيش واحد مثلا النهارده اتعلم عندك وبكره هيروح عند واحد غيرك بفلوس اعلى منك. هم الجود الله يسلمك بيحطوا لهم في قلب الشاي ورسوم رمضان من غير ما يحس. حد بقى يجي ناس الساعه بقت 4 اقول له مش هيطلع يتغدى بقى، قال لهم الدور لسه ما اتدقش. رجل اللي هيبقى خط تلاقي شجره معموله. هو في حاجه بس مضطرين نختار الصفحات اللي هي سلمتها واسعه. هي السلمات الواسعه بتجي لك غصب عنك نتيجه النموات الخضراء كتير والحراره الزايده والمنافسه، بيتنافسوا كلهم على الضوء، فلازم يوسعوا. فالفك بتاعك بيوسع، فانت مجبر ليها يعني. بس انت يعني في اول النموات بتبقى الدنيا خفيفه، بيبقى عندك مثلا 5 6 عيون بيبقوا في الاول هنا، ربنا ييسر الحال وفتحوا كويس، يبقى انت شجرتك مش هتتغير. بس انت ازاي ما جيت هنا وقلت اسيبها هنا؟ فين؟ رغم ان هنا طرح لي كانت تحت الصدر. بس انا بصيت على شكل العين بتاعته. هو اتجاه الفوق بيه، اتجاه العين بتاعته ضربه لي هنا كده، فلما يعني انا لو شفت ان العين بتاعته نازله لتحت كنت مسحته، او كنت سبته عين خشنه اكتر من كده شويه. لكن انا بصيت على العين بتاعته، شوف اتجاهها فين؟ اتجاهها في الناحيه دي، فمكانها السنه الجايه ممكن استفيد منه. يلا بينا على هو في بس حاجه في السبيريور، عشان انا بقلم هنا 4 طبقات 4 بجد. يعني بحاول اضمن الخصوبه بتاعتي، انا خصوبه السبيريور المعروفه، بحاول اضمن ان انا يكون عندي محصول واشتغل سنه خضر تشيل النموات زياده شويه، بس بضمن ان يكون عندي 10 ولا 12 عين بقى. 10. يعني انت بتتكلم في 140 ل 150، يعني 3 و3 و4 و4. بشتغل 3 و4 يعني 3 بكام؟ 3 في كام؟ 10 عيون. 10 عيون. يعني بنتكلم في يعني 140 هي لحد دلوقتي مش كبيره. مش ما هم ده لا هو بعد اللي حصل السنه اللي فاتت في العوامل الجويه الواحد لازم يعمل حساب. لا في حاجه كمان، في برضه نقطه برضه. احنا دلوقتي السنه بتاعتنا لحد دلوقتي تجميع البروده فيها برضه مش عالي، يا دوب لسه مجمعين من اسبوع والناس ابتدت تقلل. وده صرف اصلا بيرجع لورا، مثلا حتى لو درجه الحراره بتاعتك كويسه والتسميدك كويس بيرجع لورا كويس. والله انت لو داير شجرتك كويس مش هيبقى عندك مشاكل كتير. بس يعني لو عندك اصول، لو عندك 27 سنه كويس مع ايه؟ يعني لا هو بقول يعني مثلا معروف ان السبيريو هو صنف اصلا خصوصه بترجع لورا شويه، يعني بترجع من سنه لسنه. اهنت شجرتي كل سنه هتضعف معايا، لو زودت على نفسي
الكميه العيون في الشجره، وما قدرتش المجموع الخضري بتاعي كويس، خصوبته هتقل. فبالتالي لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، الاضاءه والشجره يعني يكون لها تغذيه كويسه واداره خضري كويسه. انا كنت يلا بنلعب فيلم. في هنا ريد جلوب حد فيلم بقى الاول. الفليم تقليمه زي يعني على البارون، تقليمه زي الار والريد جلوب تقريبا زيه. كل الخصوبه بتاعتهم عاليه شبه بعض.